ب 2014 كان الحديث عن الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات والسلع عمل شريف وقمة النضال والوطنية، رغم أن الكيس الدقيق كان ب6000 والبترول ب3.5 والغاز ب1005. الغاز المنزلي من السوق ب1500 ريال، أو في بعض المناطق بأكثر من 2000 ريال. وب 2024 أصبح الحديث عن الغلاء والوباء والزلازل والمحن عمل غير شريف ويخدم العدوان، واللي يتضجر من الوضع أو يشكو من الجوع هذا طابور خامس مرتزق مندس وعمي، مع أن الكيس الدقيق ب14000 ريال والغاز ب6.5 والبترول ب9.5. ب 2014 كان الحديث عن تدهور الريال وانهيار العملة عمل وطني في قمة الشرف، والدولار ب214 واستقر استقرار حقيقي لمدة 2 سنين. وركزوا على كلمة استقرار حقيقي، يعني استقرار يصاحبه تراجع أسعار السلع، مش استقرار ويصاحبه ارتفاع جنوني بالأسعار والجبايات. وب 2024 أصبح التطرق لموضوع الصرف أو التشكيك بحقيقة سعر الريال ووهمية استقرار العملة عمل مدان وخدمة للعدوان ومؤامرة على اقتصاد البلد، رغم أن الدولار 540 ريال، وليت والله وفعلا هذا سعره الحقيقي، لأن الواقع وأسعار المواد الغذائية يقول أنه أكثر من ذلك بكثير. ب 2014 كان الحديث عن متوسط الدخل والمطالبة بمضاعفة الرواتب عمل سليم وفي قمة الشرف. وهنا ندائي أن تبادر الحكومة وفورا إلى رفع الحد الأدنى من مرتباتهم التي هي فعلا نقص في مستوى ما يقدمونه من خدمة. وراتب المعلم وقتها $400 والأستاذ الجامعي راتبه بحدود $1000. وب 2024 أصبح الحديث عن الرواتب المقطوعة والمطالبة بصرفها عمل مشكوك فيه وخدمة لأعداء الله والوطن. نحن لا نقلق عندما يقول راتبي، تفضل أجبها جاهز، بس يلا روينا رجلتك. وسجون وكلابيش وتعصيب عيون وتحقيقات لهم التحقيقات. ايش دخل أمك من الراتب وانت لا أنت موظف ولا أبوك موظف ولا جدك موظف؟ طيب أنا موظف، ينفع أتكلم عن الراتب؟ وحتى لو أنت موظف برضو ايش دخل أمك من الراتب؟ هذه شؤون دولة والدولة أدرى بمصلحتك. مصلحتي؟ فين مصلحتي؟ ايش مصلحتي من قطع راتبي؟ ايش مصلحتي من مصادرة حقوقي؟ ايش مصلحتي من الإهانة اللي أتعرض لها نهاية كل شهر من صاحب البيت والبقالة والناس الكثير اللي علي لهم حقوق والتزامات؟ ايش مصلحتي في إن أنا أبكر أداوم بالغصب وما معيش حق الصبوح ولا معي حق المواصلات؟ ايش مصلحتي في إهدار كرامتي وجعلي والكثيرين مثلي محل شفقة الآخرين؟